السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقولها ونعاودها، هواري منار خونا الله يرحمه. يا جزائريين، إلى هؤلاء سبيسيالمون اللي يقولوا باللي هواري منار راه في النار وراه في جهنم وراه وقود النار، حنا نقولوا هواري منار دار أخطاء كثيرة في حياته، دار ماش ما دارش، ولكن هاد الأخطاء اللي دارها هواري منار هل تنفي عليه صفة الإسلام ولا ما تنفيش؟ هل التشبه بالنساء ينفي صفة الإسلام على هذا الشخص؟ وبالنسبة لأولئك الذين يقذفونه بعمل قوم لوط، أنا أقول أين دليلكم؟ والله لو كنا في دولة تطبق الإسلام فعلا لجلدتم واحدا واحدا، لأن لا دليل لكم على فعل هذا الإنسان لعمل قوم لوط. صحيح هو متشبه بالنساء، ولكن لا يوجد أي شيء يدل على أنه عمل قوم لوط. التشبه بالنساء حرام، صاحبه ملعون، ولكن أيضا الراشي والمرتشي ملعونين. قادر تستغرب يا أخي الجزائري وأختي الجزائرية بيان سير، أنا نقول لكم أبسط مثال: أصحاب مدارس السياقة الذين يبيعوا أو بالأحرى يرتشوا من عند الناس ويمدوا البرميات فورفي، فهذه العملية تسمى رشوة، وهي تؤدي إلى قتل الجزائريين في الطرقات وتسبب كوارث كبيرة جدا بالنسبة لأصحاب السيارات. فأرواح راحت بسبب الرشوة وبسبب الملعونين الراشي والمرتشي، هذا صاحب مدرسة السياقة والذي يشري البرمي أو يرشي ليأخذ البرمي فورفي. نذكركم قصة صارت في قوم بني إسرائيل. كانت قصة كان هناك عابد من عباد بني إسرائيل، كان دائما يعبد الله وكان صالح ويشهد له بالصلاح، وكان له أخ. هذا الأخ اللي كان عنده كان شوية منحرف شوية على الطريق، ولكن لم يكن بالكافر، كان مؤمن ولكن كان شوية منحرف على الطريق. كان أخوه هذا المصلي والزاهد والعابد دائما يقول له: يا أخي ارجع للطريق وينصحه. إلى حد الآن هذا الموضوع عادي، إلى أن مل هذا العابد في يوم من الأيام وأقسم بالله أن الله لن يغفر لأخيه، فغضب الله سبحانه وتعالى وأسقط عن العابد حسناته وغفر لأخيه. لا أحد يمتلك الحق في التكلم، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فما دام الإنسان لم يقل عليه رب العالمين أن هذا الفعل شرك أو كفر، لذا أغلقوا أفواهكم ولا تتكلموا بما لا تعلمون. أما بقية الذنوب فيغفرها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. هذه هي رسالة أريد توجيهها إلى أولئك الذين ينتقدون ويقولون أنه هواري منار في النار. نحن لا نعرف، قد يكون في النار قد يكون في الجنة،